السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من الكورة في ملعبك. بتوحشونا جدا من جمعة وسبت بناخد اجازة، وبصراحة بتوحشونا جدا جدا جدا. النهاردة لحد اول اسبوع برنامجنا من 1 ل3، برنامجنا على 95 اف ام. رسايلنا على 195-0، ابعتوا لنا SMS رسايل على 195-0. تليفوننا 38-35-315. معاكم وحش الراديو في العربية خالد الغندور، وكالعادة فريق قوي جدا هنخش الدوري قريب. مهيب عبد الهادي ابن بطوطة، وينج رايت فريق الكرة في ملعبك. ازيك يا وينج رايت؟ انا كنت بلعب باك رايت. ما انا خلاص رقيتك بقى. طيب يعني خلاص انت ما ينفعش انت في السن ده تدافع، لازم الناس تدافع لك يا معلم، انت اللي تهاجم دلوقتي. المدير الفني دلوقتي خلاص اعمل اللي انت عايزه يا حبيبي. واحنا المفروض دلوقتي نوع في البرنامج ده نهاجم اي حد. لا ما انا ضد الحاجات دي. طب ارجع دافع. احنا نجيب اجوان بس. احنا نجيب اجوان. ايوه نجيب اجوان بايه؟ بشياكه كده. نجيب اجوان بالظبط كده. طيب ومعايا طبعا صانع الالعاب، سلام. اللي بيدي كور رائعه للمهاجمين، واللي بيقلش قدام المرمى. لا وساعات بيعمل نيران صديقه. يعني ساعات بيدخل جوان فينا. ده ما هو احمد السبب. جلال ينبوع الحنان رئيس التحرير، ازيك يا صانع العاب؟ صباح الفل يا كابتن خالد، وصباح الفل يا استاذ مهيب، صباح الفل على كل مستمعي 95 اف ام. وعندنا النهارده كلام كتير جدا، ولا صوت يعلو فوق صوت مباراة الاهلي والمصري ككرة قدم. صحيح. بس انا عايز اقول حاجة بقى نبتدي بيها بقى. الواد ايمن حفني ده قليل الادب قوي يا مهيب، يعني قليل الادب قوي في الكوره بصراحه. يعني احنا نقول على مصطفى فتحي السافل وايمن حفني قليل الادب؟ ما احنا عندنا بقول لك ايه ده ايه قله الادب اللي انتوا فيها دي؟ بقول لك ايه، احنا عندنا في مصر ما عايزين نتخانق مع حد نشتمه، عايزين نمدح في حد نشتمه برضه، نمدح في حد نشتمه. ناس مؤدبه. حتى ابو دلوقتي بيقول لك ايه لما تحب تمدح في لعيب فكانك بتشتمه يا ابن اللعيبه. ايوه طب محترمين. ليه الوالده لعيبه؟ ما انت اللي لعيب، يعني فاهم قصدي؟ يقول لك يا ابن اللعيبه زيك كده. ما انت كنت لعيب قليل الادب برضه. انا بس انا كنت قليل الادب بره وجوه الملعب. لا بره لا ما حدش كده يعني بره. لا حاشا وماشي. يعني كلمه مش قليل الادب بقى، الراجل ده بيعمل الكرياتيف، الراجل المبدع حقيقه. ايمن كلامك كله موزون يا انبوع. ربنا يخليك يا استاذ. طيب نبتدي بقى. عايزين نقول حاجه. طلائع الجيش امبارح في 5 غايبين عنه، منهم احمد عيد عبد الملك، ويعني محمد اشرف، لعيبه كتير قوي ما لعبوش امبارح، وداخلين بيلعبوا قدام سموحه. وفجاه نفاجئ ان طلائع الجيش بيكسب بهدف سموحه اللي كان مكسر الدنيا مع فييرا. هل ده ذنب فييرا؟ هو اللي قال كده حسام باولو. احنا اللي قلنا كده. اللي قال كده امبارح حسام باولو. بعد المباراة عمل تصريح أغضب كثيرا المهندس فرج عامر. وقال إذا كان هو ذنب فييرا فحسام باولو يروح يشوف فييرا فين ويروح يلعب معاه. لا ما هو يعني بص يا مهيب كان متضايق جدا جدا. لا اصل احنا بص لعيبه كوره واحنا بنفهم كوره ومتابعين للكوره. يعني فييرا كسبان 5 ومتعادل ماتش مع الزمالك، صح كده؟ مظبوط. واتغلب تقريبا من مصري ماتش. فما تيجي النهارده بقالك 5 أو 6 مباريات متتاليه مش عارف تكسب، فما تجيش تقول لي فييرا كان وحش يعني. وان مكالمه خلته يمشي، مكالمه مسجله قديمه خلته يمشي. واحنا عارفين من البدايه ان هو حتى وفييرا بيكسب مهندس فرج عامر كان بيخش معانا ويقول ده مدرب رهيب، ده مدرب لا يطاق، ده مدرب معرفش ايه، مدرب عنيد، قال كده بالظبط. طب خلينا نقول نص حسام باولو ان هو يعني هاجم مستر يعني هاجم الكابتن حلمي طولان بشده بعد المباراه، واكد ان تعامله السيء مع اللاعبين هو السبب في تراجع النتائج، معلقا هذا ذنب فييرا، في إشارة لإطاحة إدارة ناديه بالمدرب البرازيلي رغم تحقيق نتائج جيدة. وتمنى باولو ان هو يقعد مع المهندس فرج عامر الاستماع لمشاكلهم ولإعادة الاتزان من جديد. طيب يعني مهيب بعد الكلام والتصريح
المستشار مرتضى منصور بعد مباراة الاتحاد قال لك نحن في الطريق لصفقة تبادلية بين الزمالك وسموحة، رمزي خالد في سموحة وحسام باولو في نادي الزمالك. قد تكون صفقة تبادلية. هل ممكن بعد وصول لطريق مسدود لحسام باولو ما بين مدربه حلمي طولان الذي معه لا يشارك باولو كثيرا يعني، وانت عارف ان باولو هداف الدوري السنة اللي فاتت واللي قبليها، وفرج عامر تصريحاته برضو ضد باولو، شايف باولو قريب من الزمالك؟ مهندس فرج عامر رفض تماما اي صفقة تبادلية. لو النادي الزمالك عايز باولو، هو قال لك لحد دلوقتي محدش حط جنيه في باولو، يعني مفيش اي عروض رسميه، واعتقد ان هو هيرحب باي عرض لحسام باولو. بالاخر كده مهندس فرج عامر مش سهل يعني، عايز يعزز اللعيب، هو مش طايقه بس عايز يغليه. لا هو في النهايه عارف ان صفقه تبادليه مش هتجيب له فلوس، فهو من الاخر عايز فلوس، فاضرب بقى 7-8 مليون، والحاجات دي طبعا في لعيب عنده 34 سنه او 33 سنه هيبقى صعب شويه يدفع ثمن كبير فيه. انا شايف ان يبقى في فعل تبادليه يعني عشان حقن التراشق، لان خلاص موضوع حسام باولو مفتوح بقاله شهر، وكان في قبل كده ان هو استبعده الكابتن حلمي طولان ورجع جابه تاني. وانا شايف الموضوع لان اصل حسام باولو عنده مشكله كبيره، حسام باولو بيتعامل بالفطره يعني لا هو يعني هو في النهايه في النهايه حسام باولو في النهايه راجل طبيعي ما بيمثلش اللي في قلبه على لسانه، وده ما ينفعش. يعني في عالم كرة القدم الكلام ده لا يجوز، لان في اداره، وحسام باولو وقت ما عايز بيتكلم تضحك على ايه؟ عملت ايه انت واحمد جلال؟ لا انا افتكرت اصلي حسام باولو بره بقول لك ايه حسام باولو ايه؟ لا انا بضحك ليه؟ هو ملوش علاقه. بتعمل ايه يا احمد؟ شايفك وطيت كده بتعمل مصيبه. كنت بكلم المهندس فرج عامر، وهو دلوقتي يعني عنده ميتنج في احد المصانع بتاعته، واحنا بنحاول نوصل له، وان شاء الله يعني يكون معانا تليفون كمان شويه ان شاء الله. طيب بس عايز اقول لك حاجه، انا بضحك ليه؟ اصل انت بتقول ان حسام باولو بيتعامل بالفطره. مره دخل مع محمد عباس زميلنا، لا خلاص فاكر دخل محمد عباس وقال لك ايه؟ حسام خالي شتمني وقال لي معرفش ايه، تربت دي عارفها. فهو فطره قوي يعني لدرجه ان هو قال الشتيمه على الهوا. بقول لك ايه، محمد عباس اتخض. طبعا منتج ايه؟ ما هو قالها خلاص على الهوا. جميل عبد على الهوا. هو باولو الحقيقه يعني لعيب زي ما انت قلت يا كابتن، عنده فطره. في ازمه كبيره دلوقتي، باولو بيتعرض لهجوم من المركز الاعلامي لنادي سموحه، وده شيء مؤسف جدا. انا بدات بناء على تعليمات يعني من السوشيال ميديا، وجايب له مقطع من الماتش اللي فات، مش الماتش اللي هو ما طلعش فيه، ده الماتش اللي قبليه اللي خسروا فيه، وقال ان احنا مش رجاله، وان احنا ما نستحقش الفوز. ده قديم التصريح ده. ده قالوا من 3 شهور. طب ايه المشكله؟ هي الفكره بقى مهيب ان انت تقتطع تصريح للاعب وتقول ان هم مش رجاله. الراجل بيعترف ان كان في خطا من اللعيبه. هل ده معناه دلوقتي ان هم بيقولوا ان هم اللعيبه مش رجاله؟ هو اللي حكم عن نفسه ان هم مش رجاله ولا يستحقوا الفوز، علشان يبرئوا ساحه كابتن حلمي طولان من النتائج السيئه، وفي نفس الوقت يبرئوا ساحه المهندس فرج عامر من التغيير اللي حصل. يعني انا مش حابب ده خالص، ان لعيب كوره مهما كان ان هو يبقى موجود في الفرقه يظل له احترامه، حتى طالما هو بيرتدي قميص النادي ده ما ينفعش ان انا اتعامل معاه بهذا الشكل. سموحه بيجدد الثقه في كابتن حلمي طولان رغم الخساره من طلائع الجيش. طيب هو علاقه مهندس فرج، بص مهندس فرج عامر طالما مشى فيرا وجاب حلمي طولان، خلاص بقى. لو حلمي طولان اتغلب من طوب الارض هيفضل يدافع عن فكره ان هو مشى فيرا. فطبعا دايما الانسان بيدافع عن يعني ايه اختياراته هو، حتى لو عارف لو اختيار حد تاني ده كان مشاه تاني يوم. لا احنا عندنا كده في مصر، لما نجيب حد نقعد ندافع عن الحد ده عشان احنا اللي جبناه. لو حد تاني جابه واحنا كمجلس اداره جديد جينا هيقعد يقول ايه ادينا فرصه مره واثنين وثلاثه ونمشي. عكس طبعا مستشار مرتضى منصور على طول بيمشي حتى لو اختياراته. طيب طلع الجيش كسب سموحه 1-0. الانتاج الحربي اتعادل 1-1 بعد ما كان امبي تقدم بهدف لمحمد بسيوني، يتعادل محمود فتح الله من ضربه جزاء في استاد السلام. والاتحاد السكندري امبارح
كالعاده بيعمل شوط اولاني حلو والشوط الثاني بينهار تماما، وابراهيم صلاح بيفتح المباراه. هنتكلم على ماتش الاتحاد السكندري والزمالك ولكن بعد الفاصل. الكوره في ملعبك. ورجعنا لكم مره اخرى، وتعالوا نروح بقى نتكلم على ماتش عندنا اخبار كتيره قوي هنقولها دلوقتي، بس تعالوا نروح نتكلم الاول على ماتش الاتحاد السكندري في استاد الجيش ببرج العرب، ملعبه امام نادي الزمالك الباحث عن الثلاث نقاط. الاتحاد السكندري اللي كان بيبحث ايضا عن الثلاث نقاط عشان يخرج من عنق الزجاجه زي ما بيقولوا، بقى له فتره كبيره ما بيكسبش. استقالة وليد صلاح الدين من فترة، الاتحاد السكندري بيعاني من عدم وجود فلوس، اللعيبه ما بتاخدش فلوسها، يعني قصة كبيرة جدا. وبدأت قصة النزول الى الخلف او الرجوع الى الخلف زي ما بيقولوا في الاتحاد السكندري بعد ما كان بادئ موسم قوي جدا. كالعادة الاتحاد السكندري او اي فريق بيلاعب الزمالك والاهلي او الاهلي والزمالك تلاقيه بيلعب بطريقة الزون ديفنس اول الشوط، عشان كده دايما الاهلي والزمالك هتلاقيهم بيعانوا الشوط الاول. لا يعني يوم الاهلي والزمالك يجي جون الشوط الاول يبقى ايه حاجه مفاجاه، لكن بعد كده بيحصل نوع من الانهيار اول ما يجي الجون، يعني اول ما الزمالك والاهلي يجيبوا هدف خلاص على طول بيحصل نوع من الانهيار للفريق الاخر. وده اللي حصل امبارح. الاتحاد السكندري بعد ما كان بيلعب زون ديفنس وفي تقفيل للمساحات، فجأة الاتحاد السكندري الزمالك بيحرز هدف لابراهيم صلاح العائد بقوة لمستواه من كورنر لشيكابالا، وبعد كده الاتحاد بيفتح على الرابع، ايمن حفني بينزل بيبقى حاوي في نص الملعب بيرقص الفرقة كلها ويحصل على ضربة جزاء بيحرز منها نادي الزمالك الهدف الثاني. نادي الزمالك بقى اخر ربع ساعه بيضيع هدف واثنين وثلاثه واربعه كنوع من الاستهتار من بعض اللعيبه او من الثقه الزائده، وده غلط طبعا. ان في اوروبا وفي اي فرق كبيره زي برشلونه زي ريال مدريد زي اي فريق كبير تلاقيه كسبان اثنين عنده فرصه يجيب الثالث بيجيب، عنده فرصه بيجيب الرابع بيجيب، عنده فرصه بيجيب الخامس بيجيب. نادي الزمالك كان عنده فرص كبيره جدا ان هو يجيب اكتر من هدف، لكن والاتحاد السكندري مفتوح على مصراعيه وبيلعب 10 لعيبه، كان في نوع من الاستهتار من احراز اهداف جديده في نادي الاتحاد السكندري. عايزين نقول ايضا ان الحكم محمود البنا من وجهه نظري لم يكن موفقا امبارح، يمكن الدنيا مشيت وعدت بسبب فوز نادي الزمالك، لكن امبارح كان هناك اكثر من ضربه جزاء لم تحتسب لباسم مرسي، كان هناك ايضا هدف تم احتسابه ثم الغائه من قبل مساعد الحكم، يعني كان في بعض اللغط التحكيمي في مباراه الامس. لكن في النهايه الزمالك بيفوز على الاتحاد السكندري في اسكندريه، وينتظر الزمالك اليوم مباراتي طبعا النهارده نتكلم على الاهلي والمصري البورسعيدي، ويوم الاثنين هيكون نصر التعدين بيقابل مصر المقصه، والغريبه ان نصر التعدين هيقابل مصر المقصه الساعه 3 الظهر في اسوان. الدنيا بقت ساعه. عايز اقول بس ان ابراهيم صلاح جدد لنادي الزمالك وتم توقيع العقود قبل مباراه الاتحاد، وطبعا هو ساب المقابل المادي يحدده المستشار مرتضى منصور، ودي يعني حاجه كويسه. والنهارده هيقعد المستشار مرتضى او بكره مع جنش وباسم مرسي ان هم طبعا ياخد توقيعهم برضو في على تجديد عقود جديده لنادي الزمالك. قصه جنش دي طويله انا عرفتها من الالف للياء. بس تعالى قبل ما نتكلم على قصه التجديد يا جلال، اتفرجت على الماتش؟ طبعا اتفرجت على الماتش، وطبعا في شويه اخطاء تحكيميه الحمد لله انها عدت على خير. اوفسايد غريب جدا واضح جدا قدام كان ممكن يحرز هدف لخالد قمر، ممكن يبقى هدف يعمل مشكله كبيره، والحمد لله ان الكره ما دخلتش جون والشناوي تصدى ليها. هدف انا شايف من وجهه نظري الشخصيه، انا مش خبير تحكيمي، لكن انا شايف ان الكره جون هدف صحيح 100%، والكابتن البنا كمان حسبه هدف، لكن رأية مساعد الحكم خليته تراجع وحسب الكره ضربه حره غير مباشره. تفتكر دي شبه بتاعه بتروجيت؟ لا بتاع بتروجيت يعني حد دخل على الشناوي بس مش هو اللي احرز الهدف. اعتقد عمرو طارق اللي كان معاه. مش هو اللي احرز الهدف، لا مش عمرو طارق، كان طه عادل.
وبعد كده اللي ورا بقى بعد الدخل على الحارس اللي وراه هو اللي جاب الجون وتم الغائها برضو ماتش بتروجيت. يعني دي كانت واضح انها ضربه حره. يعني انا شايف الكره اللي دخلت جون ان الكره ما لمستش الونش. يعني كان سبب الغاء الجون مش هي مشاركه الونش مع الهاني سليمان. لو كان محمود حمدي لمس الكره كانت هتبقى جون، لكن هو عدم لمس الكره من محمود حمدي وفي اعاقه بالايد اليسرى في وجه الهاني سليمان. تمام، ده التشريح طيب وبالنسبه للضربات الجزاء امبارح باسم مرسي ضربه جزاء 100%. لا انا شايف اكتر من ضربه جزاء. طب اقول لك حاجه ما حدش واخد باله منها او بيطنشوها. في كوره باسم مرسي ايمن حفني اداها له بينه وبين كابونجا، وباسم مرسي راح انفراد قعد يحاول يحطها ولعبها برضه. دي ضربه جزاء لان من الاولها اللاعب عمال يحاول ما توسعهاش قوي بس والله ضربه جزاء اقسم بالله. ما هو لعبها. لا انت اصبحت ايه؟ لا والله العظيم ما بهزر. ما الماتش خلص اصبحت تدافع عن كل ما هو ضد الزمالك. لا والله العظيم. لا ما انا قلت لك ضربه جزاء لباسم مرسي. لا دي ضربه جزاء طالما هناك محاولات. هنعمل ايه؟ انا بقول طيب وكره التسلل فرق متر تقريبا. تسلل الماتش عدى، يعني الماتش عدى ما هو عدى بس انت عارف لو ما كانش عدى كانت هتبقى ايه بقى؟ هتبقى مشكله، خصوصا ان محمود البنا احد الحكام اللي الزمالك معترض عليهم. انت عارف ان بقاله اكتر من سنه ما حكمش. هتيجي نتكلم بقى في المستقبل ولعيب لعب للاهلي والمصري مع بعض ونجم كبير قوي معانا على التليفون. كابتن جمال جوده ازيك؟ اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا. ازيك يا كابتن جمال؟ ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ الله يخليك يا حبيبي، ربنا يخليك. انا خالد الغندور يا كابتن. ازي حضرتك يا كابتن جمال؟ اهلا يا كابتن خالد. ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ مختفي فين يا كابتن؟ والله انا موجود هنا في القاهره. لا بعدت عن الكوره تماما؟ والله انا دلوقتي حاليا بعيد تماما. يعني حضرتك شغلانتك ايه دلوقتي؟ بتشتغل ايه ولا؟ انا ماسك مدير مكتب الاهرام في اكتوبر. والله ده انت زميلنا بقى يا كابتن جمال. وبعدت تماما يا كابتن عن الكوره وعن التحليل وعن التدريب وكل حاجه. بص يا كابتن، انا كنت ماسك مع سنه 2009 مع مستر بيشكي فريق المصري. مظبوط. وكنت ماسك مدير مدرسه الكوره. تمام. لما انا طلعت ومسكت مع الفريق الاول، بيني وبينك الاوضاع كانت رهيبه في الوقت ده. ما صدقتش بيني وبينك يعني. وكان في حاجات كتيره غلط وانت عارف للاسف يعني الواحد ايه مش للاسف. خط قطع يا جماعه. حاولوا تكلمي. طبعا كابتن جمال جوده لعب في قطاع الناشئين للنادي الاهلي سنوات طويله. لا هو لعب فريق تيم. لا وكان دايما من نجوم مباراه الاهلي والمصري. وبعد كده راح نجوم مباراه الزمالك والمصري برضه. وراح طبعا بعد كده انتقل للنادي المصري. كابتن حاج سيد متولي هو اللي جابه تقريبا. تمام. وطبعا كابتن جمال جوده اسم كبير في عالم كره القدم والبورسعيديه يعني. بس عايز اقول لك حاجه بقى كابتن خالد بالنسبه لمباراه. طب لا نرجع بس لكابتن جمال جوده الاول. يا كابتن جمال معلش خط قطع. لا ولا يهمك. كابتن جمال عايز اسال حضرتك سؤال، لعبت كام سنه في الاهلي؟ لعبت من 73 لغايه 80، يعني 7 سنين. لعبت ناشئين ولعبت فريق اول؟ لا بالظبط. فريق يعني اول سنه؟ لعبت سنتين فريق اول. سنتين. كان جيل حضرتك مين بقى؟ خطيب انا بدات مع الكابتن حسن حمدي والكابتن عبد العزيز عبد الشافي والكابتن مصطفى عبده والكابتن مختار والكابتن صفوت. يا رب. يعني يا رب. دي كانت المجموعه اللي انا كنت يعني انت عارف كانت المجموعه بتاعتي كان الكابتن خالد جد الله والكابتن مجدي عبد الغني ومجموعه ثانيه كنت انا اول واحد طلعت من الناشئين لألعب فريق اول. وبعد كده انتقلت للمصري عن طريق الحاج سيد متولي؟ بالظبط كده. هو اللي اختاره. كان لي الشرف يعني الله يرحمه. كان الحاج سيد طلبني شخصيا يعني انت عارف بقى طبعا معلومه كده ان انا رحت ب 11,000 جنيه، 5 ليا و6 للنادي الاهلي. اعتقد ساعتها كان مبلغ كبير جدا، بس يعني انت عارف كان الواحد عايز يلعب يعني حتى يعني من ناحيه الفلوس كان طبعا مبلغ كبير في الفتره دي. انت رحت كابتن انت وكابتن جمال الجندي في وقت واحد ولا مين قبل مين؟ لا انا رحت الاول. لعبت كام سنه في المصري بقى يا كابتن؟ لعبت من سنه 80 لغايه 91.
11 سنه. 11 سنه. 11 سنه. الحمد لله. حرزت كام هدف بقى في الاهلي والزمالك؟ انا في الاهلي في الزمالك 9 اهداف. مم. وفي الاهلي هدفين، واحد في شوبير وواحد في الله يرحمه ثابت البطل. شوبير ده كان نهائي كاس مصر؟ لا كان عندنا في الدوري وعلى فكره معلش بدون غرور يعني، الجون اللي جبته في شوبير ده الدكتور صبري العدوي كان قال لي احنا درسناه وعملنا عليه مراجعات للطلبه عندي. كان ايه كابتن جمال كان جون ازاي؟ فكرنا بيه. اللي هو كان اتلعبت الكرة بالعرض من رضا برزاكر الإيراني وبعدين كابتن شوبير بيمسكها وبيحطها في الأرض. تعرف الملعب عندنا كان سيء جدا. فما صار يعني ما قدرش يمسكها من مرة واحدة، فيحطها على الأرض قبل ما يعني وهي في الأرض أنا حطيت بطن رجلي وحطيتها في الجول. كانت غلطة. وكان فاضل كان هو شوبير كان مرة قالوا له إن قال لك ده الجون الوحيد اللي انا ندمان عليه. وكان في الدقيقه 43. طبعا كان قاسم بور ورضا برزكري، كان قاسم بور مسعد نور. بالظبط. كانت مجموعه مسعد نور. لا مش اخو مسعد نور. لا كان مسعد نور موجود. كان موجود طبعا. الاثنين الايرانيين قاسم بور ورضا برزكري، وكان طبعا كابتن مسعد نور الله يرحمه كان هو الكابتن التيم، وكان معانا بقى اينو وعلي المصري وعبود الخضري. بالظبط وعبود الخضري. طيب كابتن انت اساسا قاهري صح؟ ايوه حبيبي. حضرتك من اساسا انا من المنيل. من المنيل طول عمرك. رحت عشت بقى 11 سنه في بورسعيد؟ لا اكتر من 11 سنه. انا فضلت قاعد لغايه 2009. ياه مسكت هناك يعني اسرتك واولادك ومراتك وكله؟ ده انت هاجرت بقى. الولاد لغايه ثانويه عامه، وبعدين جينا كلنا بعد كده لما بداوا يدخلوا الكليات هنا في مصر يعني. طب كابتن جمال حضرتك يعني انت اهلاوي، يعني انت كنت اهلاوي؟ طبعا. وبعد كده رحت المصري، يعني انتمائك ايه دلوقتي؟ بتحس بايه يعني بصراحه؟ بص والله انت عارف انا اتربيت في النادي الاهلي وانا صغير، يعني انا عندي 12 سنه وانا في النادي الاهلي. بعد كده من 73 زي ما قلت لحضرتك لغايه 80 كنت في النادي الاهلي. بعد كده من 80 لغايه 91 في النادي المصري. تمام. انا يعني مش عايز اقول ان انا جزء بورسعيدي وجزء مصري وجزء اهلاوي. حته التربيه في النادي الاهلي دي برضه غرزت فيا حته الانتماء والاخلاص للفريق اللي انا بلعب له. تمام. فهي يعني تقدر تقول كده ايه، في جزء شويه اكتر للنادي المصري. طب النهارده بقى النهارده الاهلي بيلعب المصري والمصري بيلعب الاهلي، وحسام حسن وحسام البدري الحسامان زي ما بيقولوا، وبورسعيد خلاص مش زي زمان او ال10 15 سنه اللي فاتوا، لا بورسعيد نازله بتقول احنا هنكسب الاهلي، والاهلي نازل لاول مره ما بقاش عارفين ان الاهلي يكسب ومش عارفين نقول مين اللي يكسب، يعني لاول مره نحس ان في مباراه في الدوري في نديه خصوصا بين الاهلي والزمالك. شايف الماتش ازاي النهارده ومين الاقرب للفوز؟ بص انا يعني انت بتلعب مع ناديين هم افضل ناديين لغايه دلوقتي في الدوري. صحيح. افضل 2 مدربين مع طبعا كابتن ايهاب وبعض المدربين الاخرين، بس هم دول افضل 2 مدربين. ده عنده حافز ان هو يكسب، وحسام ده موجود، يعني حسام حسن يعني انت عارف ان هو طبيعي عايز ينزل يكسب بالظبط كده، ما بيلعبش على تعادل خالص. تمام. ونفس الوضع كابتن حسام البدري، الاهلي بينزل عايز يكسب يعني. المباراه هتبقى مباراه ممتعه في رايي الشخصي، لما تبقى الاثنين مدربين بيلعبوا جيم مفتوح، في طريقه لعب يعني فيها رغبه في الفوز، في عندك لعيبه مميزه جدا في الفريقين. حسام عنده حته مهمه جدا ولازم يعني تبقى واضحه للناس، ان هو عنده حته الفوز دي اساسي. يعني ايه، ما عندوش حته ان هو يلعب على التعادل مهما عشان كده ساعات كتير قوي بيجي جوان في المصري. بالظبط. بس يقدر يعوض يعني. احنا زمان اينو لو تفتكر كان معانا، كان يقول لك حتى لو جينا فينا 3 اجوان وفي الجيل بتاعنا احنا ممكن نجيب 4، لان صحيح. احنا كنا فريق مميز، وده برضو اللي بيعمله حسام حسن. حسام حسن بصراحه انا شايف ان هو
راجل يستحق جايزه صانع نجوم يعني. صحيح، لان في لعيبه معاه بمستواهم بيختلف تماما. كابتن جمال، بالظبط. توقعاتك بقى للمباراه النهارده؟ والله انا بص غير تمنيات دي حاجه تانية، انا بتكلم على توقعات كلاعب كوره يعني انا عندي احساس ان المصري هيكسب. عندك احساس ان المصري يكسب. كابتن جمال جودة، نجم النادي المصري والنادي الاهلي، بشكرك على مداخلتك معانا. بشكرك كابتن جمال جودة. الف شكر. مهيب، قبل ما نروح نرجع لماتش الزمالك والاتحاد، عندك احساس ايه النهارده؟ انا شايف الماتش ده هيبقى تعادل. طب انا لاول مره هقول حاجه غريبه جدا. لا هيكسب. انا شايف الماتش هيبقى سهل والاهلي هيكسب، مش عارف ليه والله بجد. عشان المصري كسب 6 ماتشات. لا بص، السنه اللي فاتت المصري كان نازل يلعب الاهلي، والاهلي نازل يكسب المصري بكل سهوله، تمام؟ وفوجئنا احنا كلنا ان المصري عامل ماتش عالمي. فاكر اللي هو 1-0 1-1 2-2، وبعد كده حتى كان في ضربه جزاء على حجازي كان ممكن ما اتحسبتش وكان يكسب. فالماتش جه الماتش الثاني 3-0 مش معقوله، وبعد كده الاهلي لو كان في وقت 5 دقائق زياده كان جاب 3-3، وكان الاهلي جاب جونين وكان ممكن يجيب هدف التعادل. فخلاص احساس ان الماتش كبير خدناه خلاص من السنه اللي فاتت. السنه دي بقى كل الناس نازله تقول المصري هيكسب، المصري حسام حسن ما اعرفش هيعمل ايه، حسام ما اعرفش ايه، وكل الناس يعني مقلله من فرص فوز الاهلي اكتر من ان هم فكرهم ان المصري هيكسب. او حتى انت لاول مره تقول في ماتش الاهلي بيلاعب، انت حتى في ماتش المقصه قلت ماتش سهل قوي والاهلي هيكسب، لكن اول مره انت نفسك تقول الماتش ده تعادل. انا حاسس ان احساس اللعيبه احساس حسام حسن واحساس بعض لعيبه المصري هيكون عندهم ثقه، نازلين يهاجموا ان هم جامدين قوي، ما فيهوش زيهم 200 في البلد، وبالتالي لعيبه الاهلي لعيبه كبيره وعندها قدره على. المصري ما بيعملش كده. هنشوف ايه؟ لا المصري بينزل يهاجم على طول، بيهاجم بس ما بيعملش ان هم احسن يعني. لا انا قصدي احساسهم بالمباراه قد يوديهم لحته ان هم مش بيلعبوا الاهلي فريق كبير برضه، الاهلي عنده لعيبه تصنع الفارق طبعا. الاهلي عنده لعيبه لو اديتها مساحات وهاجمت الاهلي ممكن جدا الاهلي يجيب جون، ولو الاهلي جاب جون اول 10 دقائق الوضع هيتغير تماما. المصري هيهاجم اكتر وهيكون في مساحات اكتر، وبالتالي الاهلي هيكون عنده فرص اكتر للتهديف. انا مش هتكلم عن احساس وتوقع لان الماتش فعلا صعب جدا، لكن في ارقام بنقف قدامها. يعني الاهلي والمصري من ساعه ما استؤنف الدوري العام لعبوا مع بعض 4 ماتشات. تمام، تعادلوا في 2، والاهلي كسب ماتش اللي هو بتاع شرم الشيخ، والمصري كسب ماتش. الاهلي كسب بتاع شرم الشيخ 2-0، والمصري كسب 3-2 اللي هو اخر ماتش اتلعب يوم 15 يونيو او 16 يونيو السنه اللي فاتت، صحيح السنه دي قصدي. تمام، وحصل ماتشين تعادل، 1-1 في الجونه و2-2 في برج العرب. اذا الماتش صعب جدا. حسام حسن لم يخسر امام الاهلي وهو مدرب للمصري ابدا، حتى مع الاتحاد ما خسرش. لا خسر مع الزمالك، انما مع الاتحاد لا انا بقول لك لما كان ماسك الاتحاد كسب الاهلي، كسب الاهلي 4-1 وخسر الدور الثاني 1-0. اللي هو في اخر ثانيه ده في دقيقه 90 رمضان صبحي. اذا حسام بيعمل شغل كويس قوي في الفرق الكبير قوي من النادي الاهلي، حتى او من الزمالك في نفس الوقت بيعمل شغل كويس حتى لو كان بيخسر، لكن بيبقى برضه راجل واقف على رجليه. حتى يعني كارثه بورسعيد دي كان حسام حسن هو المدير الفني، كسب الاهلي قبل كده 3-1 وكسب الاهلي ايام مانويل جوزيه 2-0. صحيح. اذا الراجل بيعرف يتعامل مع النادي الاهلي كمدير فني بصرف النظر عن الاسماء اللي موجوده في الفرقه. امام الزمالك بقى بيلعب ماتشات اكتر من رائعه، لكن يعني مثلا عمل ماتش عالمي السنه اللي فاتت، راح مصطفى فتحي جاب جون عالمي، عمل ماتش رائع واوحش ماتش للزمالك السنه دي، واحمد جعفر الغضنفر راح جاب جون براسه من عرضيه محمد ناصف. طيب في نفس الوقت عايزين نقول ان حسام البدري في مواجهاته مع حسام حسن هو المتفوق، يعني البدري لم يخسر قدام حسام حسن. تمام، يعني هي النهارده مباراه انا بقول لكم صعب جدا تلاقوا فريق ينزل يهاجم الاهلي بدايه. ممكن بعض الفرق تبقى اكتر شويه في ان هم يهاجموا الزمالك. الفريق الوحيد اللي تجرأ وهاجم الاهلي كان المقصه، ثم امبي في الشوط الاول. تمام، المقصه اما هاجم اول مره اشوف النادي الاهلي بيعمل زون ديفنس او بيرجع يدافع في المنطقه بتاعته. النهارده المصري هيهاجم، لكن المقصه من وجهه نظري عنده لعيبه اقوى من لعيبه المصري. ايوه بس المصري عنده كره اسرع من المقصه. قصدك اللياقه البدنيه؟ لا، سرعه الكره، سرعه تدوير الكره. النادي المصري هو الابرز، افضل من الاهلي والزمالك في وجهه نظري بتدوير الكره.
طيب انتوا في حاجه برضو يعني ما بتتكلموش فيها، ان فرقه المصري من عناصر القوه بتاعتها هو عنصر اللياقه البدنيه. اللياقه البدنيه عندهم عنصر نمره 1 طوال 90 دقيقه، ودي حاجه مهمه جدا بتخليه ان هو يصمد امام الفرق الكبيره، وحتى بيبقى عنده الطموح والحافز. ودي سمات كابتن حسام حسن المدير الفني على الفوز دايما. يعني حتى ما بيدخل فيه اهداف، شفنا ان هو اتاخر بهدف من بتروجيت، احرز هدفين. يعني دايما اللعيبه بيلعبوا على الجون وبيلعبوا بكثافه، والكابتن حسام حسن عنده الجرأه الهجوميه ان ممكن يعني يستغني عن حتى لعيب في وسط الملعب وينزل ب3 مهاجمين. فهنشوف ماتش حلو من الماتشات اللي انت يعني تقعد تستناها وتتفرج عليها. وفي بقى عنده نجوم، يعني بقى عنده كابوريا كل الناس صحيح عينها عليه، عنده احمد جمعه، ايوه احمد ايمن منصور، عنده سيد عبد العال، عنده احمد ايمن منصور، يعني عنده لعيبه، عنده احمد شكري، واحمد شكري بقى معاه حاجه ثانيه خالص، وعنده من اللعيبه المميزين أنوش. وعايز اقول كان بعده شويه وعايز اقول تعرف مين اللي بعيد خالص؟ حاجه غريبه جدا، سيد حمدي، احمد سمير. احمد سمير ما بيروحش لو سيد حمدي خلاص. انا عايز اقول ان حماده طلبه فسخ التعاقد مع نادي المصري بالتراضي، واصبح قاب قوسين او ادنى ان هو يروح نادي مصر المقصه. فعلا قريب جدا. هو جلال عايزه بيكلم هو خلي بالك لعب في مصر المقصه اصلا. هو عنده عرضين، واحد من مصر المقصه وواحد من نادي الاسماعيلي. لكن اقرب للتوقيع هو نادي مصر المقصه. وحتى المهندس سمير حلبيه قال ان خلاص فسخنا التعاقد بالتراضي مع حماده طلبه مع استرداد المبلغ اللي خده في بدايه الموسم. طب في ارقام مهمه برضه لازم يعني احنا بنتكلم عن الماتش اللي فعلا ديربي. الفرقتين اكتر معدل تهديف 25 هدف سجلوه، لكن الاهلي اهتزت شباكه 3 مرات فقط قدام 14 هدف دخلوا مرمى النادي المصري. الاهلي عنده رقم قياسي لغايه دلوقتي، 18 مباراه في الدوري ما خسرش، 15 الموسم ده و3 ماتشات الموسم اللي فات. واخر هزيمه ليه كانت قدام المصري 3-2 في اللقاء اللي كان مؤجل من الجوله 24 اللي اقيم في 13 يونيو. يعني الاهلي داخل في حوالي 6 اشهر وشويه كده ما خسرش ولا ماتش. لا بس انت انا دايما ما بحبش اتكلم على 6 اشهر، هي زي ما انت قلت 18 مباراه. ليه؟ لان ال6 اشهر دول فيهم شهرين كانش في دوري. تمام. يعني قصدي لا دايما 18 مباراه متتاليه لم يخسر النادي الاهلي في الدوري العام المصري. 3 من السنه اللي فاتت. لازم برضه عشان نكون امناء، برضه هو خسر بالزمالك في النهائي كاس مصر 3-1. بالظبط كده، لكن في الدوري العام بالظبط. تمام. في اسماء هترجع تاني، ماجد أونو زي ما قال مهيب واسلام صلاح رجعوا. طبعا حسام غالي هيبقى ليه دور كبير قوي في الماتش ده، هيبتدي ماتش تمام. ويمكن عمرو السوليه برضه جاهز، بس انا اعتقد ان عمرو السوليه بعيد. باسم علي برضه احمد حجازي بعيد، وبرضه باسم علي هيبقوا بعيد. على فكره امبارح كان في تدريبات للعيبه المستبعده. عماد متعب وجون انطوي لم يحضروا التدريب الصباحي للعيبه المستبعده. قالوا ان هم خدوا اذن، بس انا ما اعرفش ايه نوعيه الاذن يعني. مش فاهم. لا هو من الواضح جدا ان خلاص يعني عماد متعب حسام البدري على ارض الواقع مش عايزه. يعني الموضوع مش محتاج ان احنا نعلق عليه كتير يعني. لا يعني لا هو طبعا محتاج ان نعلق عليه، لان متعب محبوب. لا الجمهور ان انا اشكك في ده. يعني فكره ان انا اشكك كل شويه هو مش عايزه، واضح ان هو مش في احتياجاته او مش في اولوياته الاساسيه. عايز اقول كمان علي فتحي هيسافر بكره لالمانيا مع الدكتور وليد، طبعا طبيب نادي الزمالك، وطلعوا تأشيرة خلاص وهيسافروا للدكتور اللي عالج محمد إبراهيم. وعلى فكرة هو بيقول علي فتحي ان هو هيعمل منظار، وان هو بإذن الله خلال شهر هيعود. قعد مع المستشار مرتضى منصور، مفيش كلام خالص على رحيله في يناير، وان علي فتحي هيرد على كل الناس اللي بتقول ان اصابته مزمنة خلال شهر. وقال ان انا السنة اللي فاتت لعبت 31 مباراة مع الانتاج الحربي من اصل 34 مباراة، كان في منهم خد انذارين، اخد يعني موقوف ماتشين، وماتش كان عنده شد في الخلفية، وان دي اول مرة في حياته تجيله موضوع الركبة. وبالتالي هو بيقول انه هيرد على كل الناس بعد ما يرجع من الاصابة باذن الله. طب يا كابتن خالد، رقم 1 الاشعة كانت موجودة وقدام الجهاز الطبي لنادي الزمالك اول ما جه علي فتحي، واتقال لكابتن اسماعيل يوسف الولد عنده اصابه مزمنه. فكابتن اسماعيل يوسف قال يا جماعه عادي،
الواد لبس الفانيلا واتعمل توقيع، عشان نتكلم في شكليات ان شاء الله هيبقى الموضوع بسيط. ده رقم 1. رقم 2، تناوب دكتور ايمن زين ودكتور ايمن فريد ودكتور مصطفى المنيري على الاصابه، وفشلت كل الجهود علشان يرجع. اديك معلومه بقى، اديك معلومه. انا بسال دلوقتي على الهوا وبقول لمجلس اداره نادي الزمالك، ما هو المؤهل العلمي الخاص بالدكتور مصطفى المنيري؟ اذا كان حد يقدر يجيب لي شهاده تختلف عن شهاده حصوله على بكالوريوس الطب اتحداه، مهما كان اتحداه. دكتور مصطفى المنيري معهوش غير بكالوريوس طب، لا هو استشاري ولا هو معاه درجه زماله ولا معاه اي حاجه. انا بقول الكلام ده وانا مسؤول عنه. اديك معلومه ان احد الدكاتره قال لي علي فتحي انت عندك قرحه، فعلي فتحي يعني زي ما بيقول كده قال له الدكتور، يعني قال له الدكتور انت بتهزر ولا ايه؟ الكلام ده مش على ارض الواقع، مش حقيقي، انا اللي عارف اصابتي. وبعد كده اكتشفوا ان طول ال3 شهور اللي فاتوا دول يا مهيب، طول ال3 شهور اللي فاتوا دول ودوا الاشاعه لالمانيا، في المانيا قالوا له اللعيب ده مش محتاج غير تنظيف من التهابات في الوتر اللي موصل للركبه، وطلع كل ال3 شهور الدكاتره في مصر بيعالجوه غلط، يعني علاجه كان غلط. هو محتاج جراحه على فكره. لا صدقني انا اعرفه ان علي فتحي محتاج جراحه عاديه. هنشوف. بص يا جماعه، جراحه عاديه. انت عارف انا بقول لك معلومه بتبقى معلومه اكيده. اللي هيحصل الفتره اللي جايه، انا قلت المعلومه دي على فكره وتاكدت بعد كده ان هو مش محتاج جراحه. امبارح تاكدت، يعني اللاعب نفسه انا تاكدت منه، وهو نفسه قال خلال شهر انا راجع وهتشوفوا ان انا ما عنديش اصابه يا جماعه. وانا ما بعرفش اتكلم وما بحبش اتكلم كتير. انا ما بعرفش اتكلم وما بحبش اتكلم كتير، بس ارجوكم كمل الكلام اللي بيتقال عليا، سيبوني اتعالج وهرجع ان شاء الله باذن واحد احد الى الملعب، وده اللي بنتمناه كلنا ان شاء الله. طيب مصطفى فتحي هيرجع للتدريبات بعد 10 ايام بالظبط. هل ده هيلحق كاس الامم الافريقيه؟ ما الراجل معانا كان محمود فايز دخل وقال ان هو مش موجود في القائمه المبدئيه خلاص. بص بقى بره. قولا واحدا، في ناس بترشح ايمن حفني يروح، شيكابالا يروح، دي مش قصتي قوي. هم لعيبه كبيره وكويسين وكل حاجه، كان عندهم فرص قديمه ان هم يروحوا، لكن الحاجه الوحيده اللي انا هعترض عليها وهبقى معترض عليها ومعترض على الجهاز الفني، لو لم يتم ضم محمود حمدي الونش في هذا المكان الحساس لمنتخب مصر واللي بيعاني منه منتخب مصر، هتبقى غلطه كبرى. حد يقول لي مستر كوبر ما بيضمش لعيبه جداد، هقول له محمد ناجي جده كان في الاتحاد السكندري، لم يلعب اي مباراه مع منتخب مصر، تم استبعاد احمد حسام ميدو وضم محمد ناجي جده، وراح 2010 في انجولا اصبح هداف كاس الامم الافريقيه دون لعب اي مباراه رسميه قبل بطوله الامم الافريقيه. انت عملت له جايزه باسمه، اسمها جايزه احسن بديل. طيب انا عايز بس اوضح حاجه بالنسبه لقائمه المنتخب. عشان في الفتره الاخيره اجتهادات كتيره جدا. الجهاز الفني لمنتخب مصر طلع 11 اسم، تمام، اللي منتخب مصر كلنا عارفينهم، ال 11 محترف، احمد محمدي وعبد الشافي ورمضان صبحي والنني وورده وكريم حافظ، وورده وكريم حافظ والناس وكوكا وكهربا. اي اسماء تانية اتقالت هي غير صحيحه، لان احنا دلوقتي محتاجين. لا هقول لك يعني 3 حراس. هقول لك استنى عشان انا اقول لك مين اللي هينضم. انا هخلص الكلمتين. هو دلوقتي 11 واحد، تمام. محتاجين كام واحد؟ 12. لا مش محتاجين 12. امال ايه؟ لا 11 وخش 3 حراس مرمى. ماشي خلينا بس. لا ما احنا هنتكلم على اللعيبه، 3 حراس مرمى معروفين. الثلاث لعيبه الشناوي الحضري، الشناوي الحضري، الشريف اكرامي، يبقى 9 لعيبه. تمام. ال9 لعيبه دول هيتم الاعلان عنهم يوم 28 28. طب اقول لك 12 28. طب اقول لك 12. ايوه اقول لك 9 صعب. اقول لك طب احنا ممكن نقولها. هيبقى ايه؟ هقول لك هيبقى اسمه ايه؟ هيبقى اسمه ان انت بتتكهن. لا مش بتكهن. لا انت هقول لك من 9. قول لي نعمل ايه؟ عد تنازلي. ماشي. عبد الله السعيد يبقى فاضل كام؟ 8. احمد فتحي يبقى فاضل كام؟ 7. حجازي يبقى فاضل كام؟ 6. طيب طارق حامد يبقى فاضل كام؟ 5. ابراهيم صلاح يبقى فاضل كام؟ 4. طيب هنا بقى باسم مرسي ايوه ولا مروان محسن، واحد فيهم او 2 يبقى فاضل كام؟ 3. طيب او لو واحد فيهم للاثنين، واحد فيهم يبقى فاضل كام؟ 3.3. طيب
رامي ربيعه ولا سعد سمير ولا محمود حمدي؟ لا انت ناسي علي جبر يا حبيبي. علي جبر، يبقى فاضل كام؟ مين؟ تمام، يبقى فاضل لنا مكانين، لا سعد لا ونش مثلا، صح؟ رامي. لا وليد سليمان. لا وليد مش، ما هو وليد ممكن ومش ممكن. ما هو ممكن ايه بقى؟ بص هقول لك حاجه. وليد ممكن ومش ممكن على حسب مستوى فتحي. بص هقول لك حاجه، ممكن برضو حط في دماغك ان هو ممكن يستغني عن 2 من ال11. ما ده اللي قلناه. لا انا عندي واحد بس، يعني 10 ياخد 10. مين بقى الواحد بقى ان شاء الله؟ لا هو الواحد بيلعب في 4 منهم. لو احنا بنتكلم على خلي بالك ان في مركز عندك 3، يعني في مركز الباك رايت عندك 3، يعني ممكن احمد محمد ما اعتقدش. لا ما اعتقدش ان واحد منهم يمشي. ما انا بقول لك انت، ما هو هيضم احمد فتحي نص الملعب. عمرو ورده على فكره لن يتم استبعاده. لن يتم استبعاده. هو الاقرب بالنسبه لي انا. بس عمرو ورده في اخر تدريبات المنتخب كان هو البديل لعبد الله السعيد بالظبط كده، هو لاعبه في المركز ده. يعني ابتدى يحطه عشان كده صعب في المركز ده. عارف لو محمد ابراهيم جاهز كنت اقول لك عمرو ورده ممكن يتم استبعاده. بص لا بس وليد سليمان بيقدر يلعب دي. بص هي الجهاز الفني في موقف صعب، وهم عارفين كده وما انكروش كده. ان ال9 اسماء اللي هيتم ضمهم يوم 28، وهم خلي بالك احنا قلناهم تقريبا. معلش هم ليه قال لي يوم 28؟ لان انت مش ضامن مين يقع منك بالظبط. يعني انت هو مش عايز يزعل حد. وعلى فكره هو كان عندهم فكر ان احنا نضم 25، نضم 27، نضم 28، لكن هو مش عايز يعمل صدمات. يعني ما يضم 27 الدنيا هتقوم وهتقعد. خد بالك انا المعلومه اللي عندي ان هم هيقولوا الاسماء 25 مش 28. لا. دي نمره 1. نمره 2 لا 27. لا هقول لك بس، هقول لك حاجه. لا طب اسمعني بس. لا طب ما اسمعني اكمل حاجه. انا بسمعك. يوم 30 ايوه لازم تبعت القائمه الاخيره. يوم 30 مش هيضموا حد ويمشوه. خلاص يبقى قضي الامر. مش هيضموا، وده مبدا انا بحترمه. ليه؟ دايما في كاس الامم في الفترات السابقه اللي كانت موجوده مع الكابتن حسن شحاته في اخر 3 كاس كان بيتم ضم 27 28 29 لعيب. صحيح. وفي اخر لحظه كلنا مصر كلها بتبقى قاعده مين اللي هيستبعد من قائمه منتخب مصر. هم مش هيعملوا كده. هم مش هيعملوا كده. على العموم احنا تقريبا يا مهيب قلنا التشكيل تقريبا. يعني هنختلف بقى على وليد، على مؤمن زكريا، على باسم ومروان، على ايمن حفني. ايمن حفني صعب شويه. لا ايمن حفني صعب. مع انه لعيب كبير بصراحه. يعني ايمن حفني صعب. على مؤمن زكريا برضو صعب. مؤمن زكريا برضو داخل في وسط القائمه. 27 على فكره هيكون من ضمنهم حارس رابع اللي هو عواد. يعني برضو يعني عشان يبقى مع الناس عارفه برضو ان عواد ده ممكن. تمام. تعالوا نروح ل طبعا اغنيه ونرجع. هكلمكم على طب وانت مش هتقرا الرسائل دي؟ موضوع هقرا الرسائل ما نرجع. موضوع جنش هقول لكم اسرار في موضوع جنش ايه اللي حصل فيه. كمان هنتكلم على تشكيل الاهلي النهارده هيلعب مين، وتشكيل النادي المصري المتوقع للمباراه، وهنقرا رسائلكم على 1-5. وعندنا اخبار من الزمالك، وعندنا اخبار كتيره جدا. معروف يوسف وايمن بالظبط، اخبار كتيره جدا من الزمالك ومن الاهلي. في تعاقد وفي حاجات كتيره. يلا بينا. الكورة في ملعبك مع كابتن خالد الغندور، كل يوم من الحد للخميس من 1 ل 3 على راديو 95 FM. الكورة في ملعبك. نهائي كأس العالم للأندية، التعادل الإيجابي ما بين كواشيما الفريق الياباني وريال مدريد. كاشيما كله المهم في النهاية الفريق الياباني كان متقدم على الريال 2-1، ثم بيتعادل الريال بضربة جزاء سليمة 100% لكريستيانو رونالدو 2-2. بنلعب في الدقيقة 73 من الشوط الثاني، ويعني ممكن تكون مفاجأة من العيار الثقيل ان فريق بطل اسيا يفوز بكأس العالم للأندية. لم يحدث، وخصوصا ان هذا الفريق ليس مش بطل سوري، ده هذا الفريق هو الفريق المنظم للبطولة وليس بطل اسيا. بطل اسيا من كوريا الجنوبية. كمان عايزين نقول ان فريق الكولومبي في المركز الثالث والرابع استطاع انه يفوز على الفريق المكسيكي بضربات الجزاء الترجيحيه. مساء الخير يا كابتن خالد، نفسي تكلمني ورحمه والدك، انا كيرلس ورقمي كذا.
حاضر يا كروس. مريم سيد، احلى مسا لاحلى خالد الغندور والكابتن مهيب واحمد جلال، سلامي لاخويا صبري ابو شروق وادهم نور صاحب التاكسي الابيض. هي كلمه مصريه قديمه يعني سمنه على عسل، وهو المن والسلوى اللي كان بينزل على سيدنا موسى ابراهيم. ده حد بعت لي كده. مباراه كره القدم اهلاوي بيحب العميد سيد جمال الشرقيه. وحياه ولادك كلمني ضروري، انا اسلام من المقطم ما تطنش، وسايب رقمه. السلام عليكم يا كابتن خالد، بسلم على الاستاذ مهيب حبيب جماهير الاهلي وعلى الاستاذ احمد جلال، وعايز اسمع اغنيه لابطال الاهلي في كره السله، وان شاء الله الاهلي هيفوز اليوم على المصري 2-0. وبهدي الاغنيه لكل مصري والاخص الاهلاويه والاستاذ مهيب احمد الاهلاوي. اذا كان هدف بتروجيت في الزمالك صحيح، فهدف الزمالك في الاتحاد صحيح. الزمالك يريد ان يحكم الكره المصريه بالبلطجه وعقد الاضطهاد. ده الفنان ده فنان رجع يكلمني تاني، كان بيكلمني في نقف من سنتين. الرساله دي مهمه جدا. طبعا الفل يا بندق، وازيك يا مهيب وجلال، بشكركم من قلبي على سؤالكم وشعوركم. وحشتوني، وحشني البرنامج يا بندق يا زومبي. يا زومبي يعني ايه زومبي؟ ده اللي هو لا ما تعرفش. حلوه الكلمه، لا وحشه. من البلدوزر ده مريم. هو زومبي دي يعني اللي هو الكائن اللي مات ووعس من جديد وبقى عفريت وبيجري لا هو كابتن مجدي قال لك كده الصبح. ما اعرفش، انا ما اعرفش. بقول لك كلمه زومبي معناها بس ايه؟ لو قال لي هذا الكلام يبقى عيب يعني. كابتن مجدي يقولوا لي، انا ما سمعتوش بصراحه. انا محمد سمير بصبح عليكم. معانا على التليفون ابراهيم. ازيك يا ابراهيم؟ مساء الخير يا كابتن. مساء الخير يا هيما، عامل ايه؟ ازيك يا كابتن؟ الف الف مبروك فوز الزمالك امبارح. الله يخليك يا ابراهيم، الله يبارك فيك. والله اني انا بتابعك من السعوديه عن طريق الابلكيشن. والله وانا حاليا موجود في مصر. تمام. وتابعنا امبارح الماتش، كان ماتش خطير والله وانبسطت. ربنا يخليك. ابراهيم انت مصري ولا سعودي؟ من السعوديه، انا من الرياض. انا كابتن والله يعني اتفرجت على ماتش امبارح، كان ماتش الاتحاد جده وطبعا الفتح. والله لا انا بشجع الزمالك، انا مالي في الاتحاد. كهربا جت فينا امبارح ولعها. طب بتشجع مين في السعوديه؟ انا بشجع الهلال. الهلال تعادل مع النصر او من الرياض. هو من الرياض. تعادل ايش اخبارك يا كابتن؟ الحمد لله الحمد لله يا ابراهيم. انا معايا الاخ ابو مالك، بحييه وببارك لك فوز الزمالك ربنا يخليك يا استاذ ابراهيم. يعني انت عزيز على قلبي يعني جدا. ربنا يخليك. ومن ايام ما كنت تلعب يعني احنا افتقدناك والله يعني. ربنا يخليك يا هيما، ربنا يخليك يا حبيبي، واهلا بيك واهلا بكل الشعب السعودي المحترم اللي احنا بنحبه وبنقدره جدا. الله يخليك. ابو مالك عايز يكلمك. ماشي، هات لي ابو مالك. الكرة بتلف وتدور واحنا بنحب كابتن خالد الغندور الامور. حبيبي يا ابو مالك، اخبارك ايه؟ الحمد لله ربنا يخليك. وانتوا وحشتونا، وانت والكابتن احمد جلال طبعا المحترم، والكابتن مهاب، والاعداد استاذه اسراء واسلام ابو سريع. ومش هطول عليكم، والنهارده يبقى ماتش جامد. مين اللي هيكسب النهارده؟ والله هو ماتش يا كابتن، ربنا يا رب نتمتع بكوره. المصري فرقه محترمه والاهلي فرقه كبيره، وهما الاثنين فرقتين كبار، وهيبقى ماتش حلو، وان شاء الله الاهلي هيكسب. هو صعب بس ان شاء الله يعني الاهلي هيكسب. تمام، بشكرك. احنا بنحييك يا كابتن. حبيبي يا ابو مالك، بشكرك يا ابو مالك، بشكرك جدا. نرجع تاني ونروح لبعض اخبارنا. ابو حميد، عندنا حاجات كتير جدا. طبعا ماتش اتلتيكو ناسيونال ده كان ماتش غريب جدا. اتلتيكو ناسيونال كان متقدم 2-0 الكولومبي كلوب امريكا المكسيكي. وبعد كده رجع الفريق المكسيكي وتعادل 2-2 ولعبوا ضربات جزاء، فكان ماتش مثير جدا جدا يعني. تمام. ولغايه دلوقتي ماتش ريال مثير. كلوب امريكا ده دي المشاركه الثالثه ليه في البطوله، ودي الذكرى المئويه لتاسيسه يعني كلوب امريكا. تمام. طبعا احنا اتكلمنا عن الماتش الاهلي والمصري بشكل ايجابي. احتمال كبير قوي يكون اجاي موجود في التشكيل، واحتمال برضو يكون علي معلول بره وحسين السيد يكمل. انا عندي معلومه ان في موضوع علي معلول ده، فعلا الترجي طلب من النادي الاهلي ان هو يشتري اللاعب. فعلا النادي الاهلي كان عنده استعداد يبيع علي معلول، لكن حدد رقم 1.3 مليون دولار، يعني 1.3 مليون. الترجي قال لهم لا، الارقام دي بعيده جدا، انتوا بتتكلموا في حاجه يعني خياليه مستحيل. ما نقدرش ندفع الرقم ده. الاهلي كان عنده استعداد على اساس ان هو يدي حسين السيد او صابر رحيل يكمل ويجيب 2 راس حربه الفتره الجايه، سواء السنه دي يجيب واحد وبعد كده يجيب واحد السنه الجايه، ضمن فكره ان هو يدعم خط الهجوم. انا اعتقد ان النادي الاهلي لو عايز يفكر يسيب علي معلول يسيبه نهايه السنه،
لكن في لا نص مفيش السنه كده صعب سيبان دلوقتي، مفيش سيبان دلوقتي لان اللعيب مهم. لا هو الاهلي كان عنده استعداد لو المبلغ ده موجود، بس طبعا مستحيل، تونس ما عندهاش الارقام دي على فكره خالص. يبقى كده حسام البدري ما عندوش قناعه بعلي معلول. ممكن يعني ما لا يعني اصل ما فيش حد هيسيب لعيب في يناير وباك ليفت ممكن يرجع محمد حمدي الا لما يكون ممكن يرجعه محمد حمدي. لا محمد حمدي مدد عقده 3 سنوات بعد ما كان ماضي سنه واحده بس. لعيب كويس قوي. زيزو قال له كابتن زيزو قال له روح المصري وتمضيش اكتر من سنه وبعد كده هرجعك النادي الاهلي. كابتن زيزو نفسه ما بقاش موجود في النادي الاهلي. لا حاجه ثانيه، حسام البدري هو قناعته كبيره جدا بمحمد حمدي، هو اللي لعبه في المنتخب الاولمبي، اللي لعبه اساسي في تصفيات المؤهله لريو جانيرو يعني. فعلا لعيب كويس. تمام. طبعا فكره ان كهربا يرجع الزمالك دلوقتي صعبه جدا. في كلام على انديه ثانيه، وعنده عروض من العين الاماراتي، وعنده عروض من السعوديه نفسها ومن انديه كبيره. بس يعني مش عايز يعلن عنها. اعتقد ان كهربا مش هيرجع نادي الزمالك على فكره. في كلام ان العين الاماراتي عايزه. طيب انا الراجل السعودي ده اللي حياك واتصل بيك واداك تحيه، نديله تحيه بس بعد اذنك. طيب يلا ندي تحيه لابراهيم من السعوديه. محمد السوري بيقول الله عليك يا كابتن خالد، سلام الينبوع الحنان وابن بطوطه، السلام عليكم الزومبي. مش عارف ايه، احنا كزملكاويه مش عارف ايه. هو تقريبا كابتن مجدي وانا مش معاه على الهوا قال خالد الغندور بيتحول قدام الميكروفون لزومبي. بقول لك الزومبي احنا الزملكاويه اطلقناه على ستانلي. انا بقول الكلمه مش قصدي حاجه يا كابتن بوندو. كابتن مجدي قال بوندو حد جميل وبأكنا، لكن لما بيقعد قدام المايك بيتحول زي الزومبي، هو مش قصده حاجه، دي مريم. كابتن مجدي عبد الغني حبيبي، بس هو كابتن مجدي ما بيقعد جنب قدام المايك بيتحول لزومبي برضه. مش زومبي واحده يعني، كذا زومبي. زومبس جمع. طيب عايزين نقول التشكيل المصري والتشكيل النادي الاهلي. هقول انا التشكيل المصري: احمد بوسكا في حراسه المرمى، احمد سالم صافي ناحيه اليمين، محمد حمدي ناحيه الشمال، اسامه العزب واحمد ايمن منصور، نص الملعب فريد شوقي واسلام صلاح، وقدامهم احمد شكري واحمد كابوريا واحمد جمعه. يعني ده التوقع. ممكن يكون سعيد مراد يخش، ممكن يعني هو سعيد اصلا بيلعب يعني في سيد عبد العالي يخش. يعني بدلاء جيدين في مع كابتن حسام حسن، مش قوي يعني. وعنده احمد قطاوي في الاحتياطي برضه. لكن الاهلي مين بقى؟ يعني شريف اكرامي حراسه المرمى، نجيب وسعد سمير في القلب، محمد هاني باك رايت، حسين السيد الاقرب يلعب باك ليفت لغايه دلوقتي يعني، حسام عاشور واحمد فتحي هيلعبوا في خط الوسط، قدامهم عبد الله السعيد، وليد سليمان وجنرال اجاي تحت راسين الحربه الوحيد اللي هو مروان محسن. ده الاقرب في النادي الاهلي. تمام. مهيب يعني انا شايف شريف اكرامي، سعد سمير، محمد نجيب، احمد فتحي، وعلي معلول، حسام غالي، حسام عاشور، وليد سليمان، وعبد الله السعيد، واجاي، ومروان محسن. على فكره ده افضل تشكيل نادي الاهلي. يعني انا شايف كده من 3 ماتشات فاتوا يعني. ومع طبعا وجود مؤمن زكريا كان بينزل مثلا بديل في الشوط الثاني. لكن عايز اقول ان كابتن شريف اكرامي على موعد مع التاريخ. قدامه 75 دقيقه بتفصله عن تحقيق رقم قياسي ونظافه طبعا شباكه منذ الهدف اللي تلقاه من كاتونجو في مباراه فعلا. من ساعتها ما جاش فيه جوان يعني. اخر جون جه في شريف اكرامي هو جون كاتونجو كاتونجو ف 75 دقيقه اعتقد ان هم فاصله. صباح الفلونجو. لو قعد 75 دقيقه بدون يعني شباكه هتبقى نظيفه، هيخش في ريكورد جديد. طب وانت بتتمنى ايه يا مهيب؟ ايه بتتمنى ايه؟ انا بتمنى المباراه 0-0. يعني انت بتتمنى الشباكه تبقى نظيفه 0-0 عشان يحقق الانجاز عشان ما يزعلش. طيب خلي بالك الانجاز مكتوب باسم الله يرحمه كابتن ثابت البطل، الله يرحمه، وبعديه عصام من حضري. تمام. معانا على التليفون محمد. ازيك يا محمد؟ ازيك يا كابتن خالد؟ معاك محمد حميده حبيبي. ازيك يا محمد؟ ازيك يا حبيبي، عامل ايه؟ ازيك حضرتك؟ عامل ايه؟ واستاذ مهيب واستاذ احمد كلنا تمام الحمد لله. انا عاوز اتكلم مع حضرتك في نقطتين اتنين. اتفضل. نقطه عن 3 لعيبه، ونقطه عن الانجاز اللي عمله النادي الاهلي في بطوله الدوري للسله. تمام. انتوا ما اتكلمتوش عنه خالص بتهيألي. لا هنتكلم حالا. هنتكلم انا جاي انا كنت في الشغل فجاي في نص الحلقه فما اعرفش. لا يا حبيبي قول لي. فحضرتك ما اتكلمتش فيه.
النقطه الثانيه اللي هي حمدي الونش. انا مع حضرتك ان هو بص لعيب جيد جدا جدا جدا. بس في منطقه الجزاء يعني انا مش طبعا ما بشوفش، بس عن طريق المعلقين بتوع الراديو انه خطر وبيعمل فاولات كتير قوي في منطقه الجزاء. صح عندك حق. بس كلهم هم كلهم نفس النوعيه على فكره، السردباكات كده كلهم معظمهم يعني. لا اقول لك حاجه، انا اهلاوي بس مش بقول كده عشان خاطر سعد سمير. حضرتك شوف كده يعني اغلب لعبه تخليص كوره من غير فاولات. يعني على الاقل حاليا دلوقتي كده. تمام. وبالنسبه لعلي معلول وستانلي انا مش شايف منهم اي افاده. جايين بمبالغ رهيبه صراحه. باسم مرسي احسن من ستانلي، ايمن حفني، محمد ابراهيم، كل الناس اللي بتلعب تحت رؤوس الحربه احسن من ستانلي. وفي النادي الاهلي يعني علي معلول ضاف ايه زي اللي كان بيعمله صابر الرحيل وحسين السيد. صح. انا مش شايف اضافه من الاثنين يعني جايين بمبالغ رهيبه. لا بالعكس كمان ده علي معلول على المستوى الدفاعي اضعف منهم. لا ومدفوع فيه فلوس كتير. مدفوع فيه فلوس كتير. انا مش عارف صابر رحيل بيتم استبعاده ليه، والله صابر رحيل كان كويس. بص يا كابتن خالد، ولا ستانلي ده المهاجم او اللي يلعب في نادي الزمالك صراحه. رغم ان انتوا ممكن تكونوا شايفينه كويس، بس هو كويس ازاي؟ يعني المهاجم ده شغلته يجيب جول. بص ستانلي لعيب كويس قوي مع فريق بيلعب على الهجمه المرتده، لكن فريق بيسعى ان هو يفوز من اول دقيقه بيبقى فيه صعوبه، لان معظم الفرق بتلعب الزمالك بتلعب طريقه الزون ديفنس وتقفيل المساحات، وبالتالي مفيش مساحات لستانلي عشان يجري فيها ويستعمل سرعته يعني. فانا ده رايي يعني. وشكرا يا كابتن خالد وكابتن احمد. اشكرك يا حبيبي. اشكرك محمد حميده. تليفوننا 3833515. نرجع تاني ونقول ان الشريف اكرامي على بعد 75 دقيقه من تحقيق انجاز طال انتظاره من ايام وده برضو محمد عباس بعت لي بيقول لي ان الكابتن اكرامي برضو حافظ على شباكه فتره كبيره جدا. واول هدف كان من ريحان لاعب دمياط. تمام. نتوقع كل شيء متوقع يعني. وطبعا هو احد اسباب الحفاظ على النتيجه لانه صد ضربه جزاء في ضربه جزاء في دقيقه 95 دي اللي هي بتاعت طبعا وقبلها طلائع الجيش. صح برافو عليك. صح برافو عليك. هو السبب على وليد. بس انا معايا رساله جميله قوي بالدكتور مصطفى المنيري بعتها لي، بيقول لي الدكتور مصطفى المنيري اللي ما معهوش شهادات، حبيبك هو اللي معاه شهادات في التخدير. انا مش عارف حبيبي هو مين، وبيقول لي عليك يا احمد كده. فلو كابتن دكتور مصطفى عايز يخش ويوضح، انا شخصيا طب هو في نكلمه يتكلم مفيش اي مشكله بينه وبين. لا اصل انا يعني انت خليتني اخد بالي دلوقتي. انا شفتك دخلت كده داخله فيه تك 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 ورا بعض. انا بتكلم في بتكلم في موضوع ايه دلوقتي. هو الموضوع؟ انت بتتكلم في مستوى علي فتحي. اتقال علي فتحي يزف لنا الدكتور مصطفى المنيري بشرى ساره ان هو راجع خلال اسبوعين. علي فتحي موجود في قائمه سان داونز. انا بكلمك في المباراه النهائيه. مفيش علي فتحي. شفت علي فتحي؟ طيب يبقى شفت محمد مسعد لغايه دلوقتي اللي جاي من الزمالك بقى 3 لا رجع فين محمد مسعد؟ ايوه رجع. لا محمد مسعد دي قصه ثانيه. انا حاسس ده مخيط الغضروف بتاعه يقعد 3 شهور. انا حاسس ان انت في عصبيه وانت بتتكلم. الاهلي فتح مستشفى فتره طويله جدا، وانتقدنا الدكتور ايهاب علي وانتقدنا الدكتور محمد ولاء مدرب الاحمال. احنا بنتكلم في دلوقتي في وقائع، في مشكله حقيقيه في ايوه بس انت قلت شهاداته. شهادات. انا بتكلم في شهادات. دكتور مصطفى عايز يوضح معاه شهادات تؤكد يعني هو مش دكتور يعني. لا معاه بكالوريوس طب طبعا. طب ايه طيب انا بتكلم كلمه استشاري اللي هو تخصص يعني. متخصص. الاستشاري ده عن طيب دكتور. على العموم هنكلم دكتور مصطفى دلوقتي، بس معانا وليد. خلي بالك الدكتور مصطفى الشخصيات المحترمه. وانا ما قلتش لا انا بكلمك بصفه عامه. المشكله عندك يا مهيب ان انت بتتكلم مع الناس كاننا الواحد بيقول ان الشخصيه اصل انا شايفك انا بقول انا بتكلم على معلومه الشغل نفسه. لا يعني عايزك تهدى وانت بقول لك ايه ده انت ينبوح. هو مشكلته بقول لك ايه ده بينبوع توليع مهيب ده بينبوع توليع. لا والله راجل اصل يعني في حاجه يعني. طب وليد معانا على التليفون. وليد ازيك يا كابتن مهيب؟ اهلا وسهلا. ازيك يا وليد؟ كابتن خالد معاك. ازيك يا وليد؟ كابتن خالد وحش نادي الزمالك. ربنا يخليك يا وليد. اتفضل يا حبيبي. ازي حضرتك عامل ايه؟ واحمد ينبوع الحنان معانا. انت ينبوع حنان وخلى فيها نبيعه. بلد شهادات صحيح. ده بقى وحش الحنان. اتفضل يا وليد. يا كابتن خالد بتمنى بس تخف الدفاع عن نادي الزمالك شويه. نادي الزمالك مش محتاج حد يدافع عنه. صحيح. هو نادي الزمالك ازاي الكوره امبارح جون لما الكوره بتاع الهدف الملغي لنادي الزمالك امبارح. طب ما في هدف ملغي برضه بتاع بتروجيت. لا اسمعني انا ما قلتش حاجه من دي خالص. انا بسالك سؤال. انا ما قلتش انها جون ولا مش جون. انا بسالك سؤال. الكوره انت قلت على جون بتروجيت ايه؟ بتقسم بالله كده. الاثنين زي بعض. الاثنين مش لا ماليش دعوه زي بعض. انت قلت ايه على جون بتروجيت؟ انت
انا قلت الكوره مش جون، الكوره يا عم تشخط في راجل ايه؟ لا طب قول اقسم بالله كده، قلت لاصحابي ان الكوره مش جون وفاول. هو كل حاجه نقسم بالله. استنى قلت ايه؟ ده بيهدد الناس. قلت جون ولا ما قلتش جون؟ الكوره جون، وكان المفروض ياخد احمد شوقي ياخد انذار في ضرب المهاجم بتاعه. صحيح. طب والكوره دي بتقول عليها انت ايه؟ دي بقى دي فاول. تصدق ان انت مش منحاز خالص. لا انا ليا راي، الكوره لو كانت لمست حمدي أيوة. الونش يعني انت بتقول ان كوره بتروجيت هدف سليم مليون في المية ومش فاول للشناوي، وبتقول ان جون امبارح فاول لهاني سليمان وفاول على محمود حمدي. لا الاثنين فاول، صح كده؟ هو حق ربنا الاثنين فاول، بس كده كنت بتمنى ان لا جون. لا انت قلت الاثنين فاول بعد اما الزمالك دخل نفس الجون واتلغى، لكن قبل ما الزمالك يجيب الجون قلت الكرة فاول وبتروجيت احرز هدف صحيح، صح؟ ماشي يا كابتن انا مشجع، لكن حضرتك رايك مسموع لي ليه؟ طب انا بقول الراي اللي انا مقتنع بيه. على فكره اسمعني بس، اقسم بالله العلي العظيم، مش انا بقسم بالله العلي العظيم ان انا شايف ان كوره الشناوي فاول، وشايف ان كوره محمود حمدي جون بدون زمالك واهلي. اقسم بالله ده اللي انا شايفه. بقول لك يا مهيب، هو استاذ وليد بقول لك انت مش اهلاوي؟ اهلاوي طبعا. مبسوط ان الاهلي خد بطوله افريقيا لكره السله؟ مبسوط جدا. لا بطولة افريقيا بس لكرة السله، ده السله والطايره واليد وغيره وغيره طبعا. عند الكابتن مهيب بعد اذنك. ايوه يا كابتن. عايز تيشيرت من النادي الاهلي بعد اذنك. عند الكابتن الاستاذ خالد فتوح فوق في 5 تيشيرتات، سيادتك تيجي تاخد تيشيرت. طيب استاذ خالد فتوح، بقول لك ايه، ما نقول رقمه ولا مش؟ لا بهزر. ماشي يا ولد، اسيب رقمك دلوقتي على التليفون مع اسراء. خد يا اسراء رقم بس خلي بالكم هم 5 بس. طيب عايز اقول حاجه بس، ان الماتش ريال مدريد وكاشيما ايوه كاشيما ده الياباني انتهى بتعادل 2-2 وكاشيما كان هيجيب جونين في اخر 5 دقائق وفي وقت اضافي دلوقتي، واول مره تحصل، وريال مدريد مهدد انه يخسر كاس العالم للانديه من فريق ياباني وهو منظم البطوله وليس بطل لاسيا. طيب نرجع تاني ونقول شوفوا النبي، يعني وليد قال لك انا قلت ان انا مشجع، طب المشجع ده المفروض يقول الحقيقه برضه. يعني ايوه لا بس عايز حق ربنا، قناعاتي على فكره، عايز حق ربنا. الاثنين فاول. بص انت دي وجهه نظرك يا مهيب، بس انا شايف ان الكوره دخلت جون قبل ما يحصل احتجاج اساسا. ما لمسهاش، لو محمود حمدي لمسها. انا شايف ان الكوره بتاعت الهدف امبارح بتاعت شيكابالا اعتقد اللي لعبها شيكابالا الكوره جون. وان الكوره الثانيه انا شايف انها فاول، بس انا لومت الشناوي في ان هو يكون يعني اقوى من كده وخارج، لكن الكوره فاول. لا الكوره ممكن اسال سؤال؟ اللي بيتكلم على كره الشناوي هو طه عادل اما راح للشناوي كان رايح يلعب الكوره ولا بيحوش؟ حتى لو رايح يلعب الكوره كابتن وانتطم باللعيب بالظبط كده واعترضوا فاول. أيوة. هي مالهاش علاقه بالنيه خالص، لكن هو في النهايه ما لعبش الكوره، هو في النهايه احتك بالشناوي وكره راحت لزميله من وراه هو اللي احرز هدف. طيب على العموم تعالوا نطلع لفاصل ونرجع، بس عايز اقول ويا ريت تقول ما فيش غير مرتضى منصور واحد بس، ده علي ابو ليلى. صباح الخير يا كابتن خالد يا وحش الراديو في العربيه، صباح الفل يا ابو الحنان وبيبي، بنحبك يا مهيب وبحييك على اغنيه الزمالك ويا ريت نعيدها تاني. اما بخصوص المهندس فرج عامر عاوز يقلد مرتضى منصور. كابتن خالد مفيش تموين عند البقال، الكوره في كعبك. مش عارف يعني ايه. السلام عليكم يا كابتن خالد، السلام على الاستاذ مهيب حبيب جماهير الاهلي. طبعا هو انت مهيب اصبح حبيب جماهير. انت مش فاهم يعني ايه الرساله دي؟ وبالتالي طالما مفيش تموين عند البقال. بص بقول لك ايه يعني ايه هو بيتريق يعني على الله يرحمه، يعني الكشاف الكبير كابتن عبد الباقي. عديها يا احمد. لا اقسم بالله عديها يا احمد، اقسم بالله انا ما فهمتها. لا حول ولا قوه، الراجل ما فهمهاش بجد والله العظيم ما فهمتها. يا ساتر يا رب يا ابويا. على العموم نروح لاغنيه ونرجع نكمل حوارنا. اتصلوا بيا على 38353 انا بس عايز اقول لك كابتن، يعني اذا كان في حد مش موجود في دنيانا وانتقل لدار الحق لازم نحترم امواتنا. صحيح، لازم نحترم امواتنا، اذكروا محاسن بس أمواتنا. دي مهمه جدا، موتاكم. تمام يلا بينا. الراجل معارف فقد لقب الاكثر تتويجا على مستوى العالم، وهيبقى ريال مدريد هو الاكثر. لا ما تقولش كده. بص ما تقولش كده. بص مهم تنح. ما تقولش كده.
طيب على العموم لسه بدري ما قلتش كده يا جماعه، هو دي الحقيقه. كابتن خالد بيهزر، هي دي اللي هتبقى الحقيقه على فكره. فعلا معانا ريال تليفون مدريد مهم هيبقى جدا. هو الاكثر تتويجا على مستوى العالم لو كسب اللقب النهارده. طيب بدايه كده معانا على التليفون مريم. ازيك يا مريم؟ صباح الفل. ازيك يا بني؟ عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. استنى اسلم على مهيب. ازيك يا مهيب؟ ازيك يا مريم عامله ايه؟ عامل ايه؟ اخبارك؟ يعني مفتقدينك يا مريم. بقول لك يا مريم، انا عايز اقول لك بس بقى في حياتك بدايه كده. طبعا الحمد لله على اللي حصل. يعني احنا مهما بيحصل فينا احنا بنحب نقول الحمد لله. وان هم ماتوا بالذات ان هم كانوا بيصلوا. صحيح. بس اكتر حاجه يا بندق ضايقتني ان احنا بنعتبر نصيب واحد. صحيح. فلما اشوف على الفيسبوك وناس كتير بتقول ان هم اللي عملوا كده في نفسهم او دول ما يحتسبوش شهداء او دول، احنا مش هنحاسب في ربنا يا جماعه، ولا احنا هنعلي على ربنا هو هيحاسب ازاي. ممكن اسالك سؤال يا مريم؟ ممكن اسالك سؤال؟ اتفضل. احنا 90 مليون، اما يجي على ناس على السوشيال ميديا، واحنا انت عارفه كويس قوي ان احنا عندنا يعني في كتايب كده على السوشيال ميديا مع وضد، وعايزين يعني يولعوا الدنيا في مصر يعني. فبالتالي ما تنظريش دايما للكوب الفاضي، نص الكوب الفاضي، بصي، او ربع الكوب الفاضي، او خمس الكوب الفاضي، دايما بصي للجزء المليان. فكل الشعب المصري استقبل اللي حصل. قبل حد مسيحي في حياتهم، مش بيتعاملوا مع حد في الشغل، في الشارع، مفيش حد كبير عندهم مسيحي. فالحمد لله يعني كانت فترة وعدت، ربنا صبرنا ويعني أكيد اللي حصل ده هيحصل تاني وثالث ورابع، بس الحمد لله احنا راضيين بقضاء ربنا، وإن احنا كلنا واحد، مسلمين ومسيحيين، وعمرنا ما هيبقى في بينا تعالي نشوف كده مريم الجزء المليان كده. فاكرة البنت المحجبة اللي منزلة صورة صاحبتها وانتمتها في الجامعة؟ وهي زعلانه على صاحبتها وحب وصديقه عمرها، ودي مسلمه ودي مسيحيه، وبتبكي حزنا على فراقها، ولسه بتقول لها انا لسه شايفاكي النهارده ولسه شايفاكي امبارح ومش هقابلك تاني. يعني ده الحاجات الحقيقيه والمشاعر الحقيقيه اللي احنا نبص لها. يعني اللي قلعت الحجاب بتاعها وغطت الست اللي في الارض ما تعرفهاش ولا تعرف عنها حاجه، وقلعت الحجاب فرضت ربنا عليها وقلعتها عشان تغطي الجثه اللي مرميه في الارض. سيبك انت فاكهه البرنامج يا مريم. الله يخليك يا مهيب، ده انت اللي فاكهه. الله يخليك. مريم انت اهلاويه جامد جدا. ها جدا، وبقول عليك يا رخم يا بني. مش مشكله عادي. انا من ارخم الشخصيات ممكن تقابليها في حياتك. رسامك حلوه يا بني. طب مريم، النهارده الاهلي والمصري اخباره ايه معاكي؟ ماتش عصيب جدا وهيبقى مسدود، وفي مشاكل كتير اللي هو جوه الملعب، النفاذه العاديه اللي جوه الملعب، مش مشاكل بره خالص. بس ان شاء الله هنفوز يا بندق. يعني تتوقعي ان الاهلي يكسب المصري النهارده؟ ان شاء الله 1-0 عبد الله السعيد. 1-0 عبد الله السعيد. ده توقع ولا تمني؟ لا توقع. انا حلمت قبل كده ان مصر دخل فيها جون، وقلت لك احلامك تيجي عكس، وشوف بقى. تمام. خلاص هنشوف الدنيا رايحه لفين، واسيبك مع مهيب. اتفضل يا مهيب. مريم معاك. مش قادر اتكلم كده. لا يا راجل، مش قادر تتكلم؟ معلش يا مريم، مش قادر يتكلم، مش قادر يواجهك. ماشي. بص، انا شايف ان انتوا تتكلموا عبر الرسائل فقط. الناس بيحسدونا ليه يا مريم؟ مش عارفه، متضايقين او مش مبسوطين مننا ولا ايه؟ مش عارف. على العموم قصه حب بتتولد دلوقتي. لا والله بص يا مريم، يعني احنا بنتشرف بصداقتك للبرنامج، وكنا مفتقدينك فعلا الكام يوم اللي فاتوا. صحيح. وانا اتبسطت جدا من رسالتك النهارده، وان انت بتتواصلي معانا وخرجتي من المود اللي كنت فيه. كان في واحد صاحبك تقريبا، مش فاكر اسمه، ايمن تقريبا، دخل واتكلم عليكي، وبعدين كل الرسائل اللي بتيجي بتقول لك اشمعنى مريم، فبخري نفسك شويه. تمام. مريم، انا عايز بس اقول لك ان الدون بقى هاتريك وجاب الهدف الرابع، وكده ريال مدريد اصبح 4-2 ووصل لبطوله 21 القاريه، وكده اصبح ريال مدريد هو الاكثر تتويجا في العالم، والنادي الاهلي بقى نمره 2. زعلانه يا مريم؟ مريم مش عايزه ترد. ده اغمى عليها. مش زعلت. تمام، نطلع لاغنيه ونرجع نكمل حوارنا في الكوره في اغنيه ولا اذان عصر؟ لا اذان العصر يا جماعه. هنطلع لاذان العصر ونرجع نكمل حوارنا في الكوره في ملعبك.
الكورة في ملعبك، ومعانا الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي لنادي الزمالك بالكامل. ازيك يا دكتور مصطفى؟ اهلا يا كابتن خالد، ازي حضرتك؟ ازي حضرتك، عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ بص يا كابتن، انا حبيت طلبت المداخله عشان اوضح نقطه معينه. اتفضل. اول حاجه انا اسمي مصطفى محمد علي المنيري. خريج كليه طب جامعه عين شمس سنه 1985. بدايه جدا. معايا ماجستير جراحه عظام 1992، وكنت طالع الاول على الدفعه في الماجستير. تمام. رحت انجلترا، تخصصت في ادنبرا، الكليه الملكيه للجراحين بادنبرا. وخدت اول مصري او يمكن العربي الوحيد اللي واخد البورد البريطاني للطب الرياضي. وده اي واحد يفتح السايت بتاع الكليه هيلاقي اسمي في فبراير في نوفمبر سنه 2000. ده ردا على احمد جلال يعني. طبعا يعني من الاخر رقمي في النقابه 3 في الطب الرياضي، لان عدد الدكاتره اللي في النقابه كاستشاريين طب رياضي لا يتعدوا ال4. ليه؟ لان اي واحد عشان يتأيد في النقابه استشاري طب رياضي لازم يكون متخرج من كليه يعترف بيها المجلس الاعلى للجامعات المصريه، ان الراجل ده معاه شهاده معترفه. تم الحمد لله سنه 2002 الاعتراف بالشهاده اللي معايا ان انا متخرج من لقوه هذه الشهاده اللي متخرج منها مجدي يعقوب، واكبر اطباء المصريين اللي بيسافروا انجلترا بيتخرجوا من الكليه اللي انا اتخرجت منها. طيب. يعني الكلام ده انا فاجئت ان ناس كتير جدا منزعجه وتكلمني ايه ده، ايه اللي بيتقال ده؟ ليه كده تشويه؟ طيب. صوره واحد يعني، وبعدين يعني مش فاهم. طب ايه ده؟ طب ما يخش النقابه ويكتب اسم مصطفى محمد علي المنيري، يخش النقابه. طب دكتور يعني بص، لا انت عارف ان انت عزيز عني عند ايه، بس انا طبعا مش انا اللي قلت احمد جلال دي وهو مسؤوليته، ولكن هنا السؤال، حضرتك جيد جدا وامتياز ونمره 3 وفي ادنبرا في انجلترا، ليه دايما بنودي اللعيبه بره؟ ليه دايما بنودي دي واحده بس، اسمعني بس دي واحده. طب هكمل وحضرتك هتتكلم يا دكتور مصطفى، بس دي واحده. ما انا هتكلم، انا هديك فرصتك. انت تقول على الراديو ان الدكتور مصطفى، انت كده انت بتشوه سمعتي. مش انا اللي قلت يا انا خالد غندور على فكره. ما انا عارف يا خالد. لا مش انا اللي قلت يا دكتور احمد، استاذ كابتن احمد. لكن انا بسال سؤال، انا بسال سؤال، احنا ليه دلوقتي قيل ان انا اقول لك ليه؟ عشان في ناس في مصر بتحطم الناس الكويسه. طب ليه علي فتحي بقاله 3 شهور بيتعالج غلط؟ هو ما مين قال انه بيتعالج غلط؟ ما هو ده برضك ده من انا جيت قلت ده عنده تندينوزيس في الوتر الرضفي وطلعت معاك كمان. تمام. والتندينوزيس دوت لو اي حد قرا في اي كتاب هيعرف انها من الحالات الصعبه في علاجها. فاهم ازاي؟ يعني ما في حاجات بتحصل بيبقى صعب في علاجها. يعني ممكن دي تقعد 6 شهور مثلا؟ ممكن، لان التدخل هي لما تقرا كتاب او واحد طبي يقرا كتاب كده هتدخلني في موضوع تاني. ليه؟ انا بتكلم في حاجه تانيه صحيحه. انا بكلمك دلوقتي على انك على في الراديو ومسؤوليتك تتكلم على شخص بالطريقه ديت. ازاي يا كابتن خالد؟ معلش مع احترامي يعني. ده انا ليه انا؟ مش انت كابتن خالد، انت المذيع وبيتكلم صحيح. بس احمد صحفي يعني كبير برضه. الناس قالت لي الحق خالد الغندور بيتكلموا عنك كلام وحش. طب ازاي حاجه زي كده يعني؟ ما بجد يعني. والله يا دكتور انت يا دكتور حضرتك طبعا دخلت ده. انا بشتغل في الزمالك مع مرتضى منصور، يعني مرتضى منصور هيشغل يعني يا جماعه بتتكلم يعني. وبعدين تقول لي الطب، طب ما لازم لما واحد زي اعلام بالشكل ده ويطلع الناس بهذا الصوره، ده الناس ما تتعالجش في مصر بقى، ده تتعالج في اي حته في الدنيا. كان الدكاتره اللي هم بيثقوا فيهم بيتكلموا عنهم كده. بص الكلام اللي اتقال لي ان حضرتك بعتوا الاشاعات لالمانيا والدكتور هناك قال ان علي فتحي بيتعالج غلط. هل الكلام ده صحيح؟ لا 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 لا، التقرير اللي معايا اللي انا اللي ببعت الاشاعات، اكد الطبيب الالماني صحه التشخيص. اكد وابعت لك التقرير. طب هو بقى له 3 شهور بيتعالج في ايه بقى؟ حبيب قلبي دلوقتي اللي انا عاوز اقوله لك هو الحاله ديت يجب استنزاف جميع الطرق في علاجها. ده عباره عن الوتر الرضفي، واعتقد انا اول ما جيت النادي شخصه قلت ده التهاب في الوتر الرضفي. لازم تستنفذ جميع الطرق، واحتمالات التدخل الجراحي وارد. لو تجيب اول يوم ليا في نادي الزمالك هو استنفذ جميع الطرق. ده بيحصل مش هل هيعمل عمليه في المانيا؟ هو مسافر بكره مع الدكتور وليد.
هل هيعمل عمليه؟ هذا سابق لاوانه. هو دلوقتي احنا بعد الاشعه الدكتور في المانيا التشخيص، الراجل اكد صحه التشخيص واكد ان التشخيص ما فيهوش خطا تماما، والحاله دي لازم كانت بتتعالج بالطريقه ديت، وهو هيبدا يشوف هل التدخل الجراحي ولا عدم التدخل الجراحي. طب دكتور انا طبعا مش طبيب، بس حضرتك قلت اكد ان التشخيص سليم، تمام؟ طيب هل قال ان ال3 شهور اللي فاتوا دول بيتعالج صح ولا غلط؟ ما قالش كده خالص، ولا قال صح ولا قال غلط. التقرير الراجل اكد صحه التشخيص، وهو الراجل عارف ان هي لازم، هي لو عنده في المانيا لعيب الماني هيعمل معاه كده، لازم الاول ياخد، ما فيش حد بيشتكي من وتر، التهاب في الوتر وانت لعيب يقولوا له عمليه ثاني يوم، لازم يستنفذ جميع الطرق. طيب على العموم، طب وهو لو عمل عمليه يقعد قد ايه ويرجع؟ هيتوقف على حسب التدخل الجراحي الذي تم. يعني هو مش راح يعمل منظار في المانيا هو؟ ما هو المنظار ده عمليه يا كابتن خالد. يعني هو راح يعمل منظار ولا لا؟ الدكتور لا، اول خطوه عشان ينظف الالتهابات، ده مش حقيقي؟ واحده واحده معايا. اتفضل. يعني واحده واحده، بنتكلم في الطب واحده واحده كده. اول حاجه هو هيشوف الاول يفحصه. تاني حاجه هيقرر يعمل ايه. هل هيقول علاج طبيعي ونستمر تاني، ولا هيقرر عمليه؟ الاحتمال الكبير الوارد ان هو يعمل عمليه. لا، منظار دي هو ايه؟ لسه ما قررش. منظار دي ايه؟ منظار دي ايه؟ منظار دي ايه؟ عمليه زي ما انا قلت ايوه بس لا، بس العمليه هتبقى ايه؟ المنظار حاجه والعمليه يعني. بس انا المعلومه اللي جايه لي ان هو قرر ان يجي ويعمل منظار، يعني قرر خلاص. من خلال الاشعه قال هيعمل منظار. مين اللي بعت الاشعه؟ حضرتك اكيد. انا. مين اللي بعت التقرير؟ انا. ومين اللي رد عليه؟ هو انا. تمام. خلاص. تمام. الراجل لازم يفحص، مفيش حد، يعني الراجل اكد صحه التشخيص وهيشوف، هيقرر بقى هيعمل ايه. لو قرر عمليه ايه اللي هيعمله لسه هو طيب محمد مسعد ومجدي خلاص راجعين. عارف واحد كان عنده مشكله في عضلات البطن ودي كانت مشكله مصطفى فتحي برضو قريب وراجع. محمد مسعد كان عامل خياطه في الغضروف وراجع باذن الله. اللي انا عاوز اقوله لك ان في اصابات يعني مثلا مثال وانت عارف الموضوع ده قوي قوي، بس احب اوضحه للساده المستمعين. اصابه في الركبه ادت الى قطع في الغضروف. في حلين. حل بسيط، تخش وتشيل الغضروف، اللعيب يرجع بعد 3 اسابيع. الثاني تقعد 3 شهور بس افضل اللاعب. بس بقى بعد 5 سنين يعاني من الخشونه، ويتعمل له بعد 10 سنين مشاكل في ركبته جامده جدا. خياطه الغضروف ده عامل زي المساعدين بتوع الركبه. عشان اوضحها بس لما يعني المستمعين، الغضروف ده حاجه مهمه جدا، مش زي ده بتشيلها، لا ده هو ده اللي بيحمي الركبه طول العمر، وبالتالي كل المجهود بيبذل انه يتخيط الغضروف ما يتشالش احسن عشان تدي عمر اطول للعيب، بس بتاخد وقت اكبر 3 شهور. الغضروف عشان يحمي من 3 اشهر ل4 شهور. تمام. وبالتالي اللعيب ده خد وقته، ويوم الثلاث باذن الله هيكون تم المده المحدده وهيبدا ينزل في الملعب. تمام. لكن يشيل الغضروف عشان يلعب بعد 3 ايام وبعد كده اللعيب يشتكي طول عمره، دي اعتقد انها طالما اخيرا يا دكتور، اخيرا انا زعلان جدا جدا يا كابتن غندور والله. يعني ما هو اطلب بس ليا رجاء، احمد يروح نقابه الاطباء يسالوا مع دكتور مصطفى انا مهيب معاك. دكتور مصطفى انا مهيب. دكتور مصطفى انت من الناس المحترمه ومن الناس اللي فعلا ليها قدر في الرياضه في مصر، ويمكن انا اتعاملت معاك. على فكره احمد ما قالش ان الدكتور مش محترم. لا انا ما بكلمش. لا انا بتكلم ان انا اتعاملت مع هذا الرجل عن قرب. واتعاملت معاه وسافرنا سوا، وراجل مثقف جدا ومحترم جدا، وراجل يعني انا بصراحه الدكتور مصطفى منيري انا بكن ليه كل احترام وتقدير. دكتور اخيرا بس معلش ما تزعلش مني من الكلمه الاخيره دي، انت عارف انت راجل صريح. انت حضرتك دلوقتي خريج انجلترا وماجستير وكده، ليه بتودوا اشاعات بره؟ انا اقول لك، انا دلوقتي يعني مش حابب اقول لك الكلام ده، بس خد بالك من حاجه، احنا دايما في حاجات الدكاتره ما بيقدروش يتكلموا فيها. انا اول ما جيت نصحته بالتدخل الجراحي. بيحصل ان نتائج العمليات في بعض الاحيان ما بتكونش 100%، اللي هي في مصر، بره كمان. بره. وبالتالي الدكاتره في مصر بيلاقوا ان يعمل العمليه واللعيب مشهور ما يرجعش بكفاءه زي الاول.
النقطه الثانيه اللعيب نفسه بيقلق انه يعمل العمليه في مصر. تمام فاهم؟ وبالتالي هو بيبقى بقى في ثقه في الطبيب الالماني اكتر من ثقه في الطبيب لكن المصري. انا هقول لك على حاجه، والمثل ده دايما بقوله. المثل ده عبد الواحد عمل العمليه مع اشهر طبيب في المانيا في تلك الفتره هو عمل رباط صليبي. الرباط الصليبي اللي عمله ما قعدش اكتر من 6 شهور، وكان في مشاكل كتيره جدا. امهوف وشيفرهوف اتقطع. مين عملها له ثاني مره؟ الدكتور احمد عبد العزيز. لغايه دلوقتي الرباط الصليبي الثاني اللي عمله ما اتقطعش. صحيح. على ذلك صحيح. على العموم يا دكتور مصطفى مش عايزك تزعل، وبشكرك وبتمنى لك دايما. تزعلش يا دكتور. انا سبتك يا دكتور تتكلم اهو يا دكتور. دكتور احمد معاك. انا معاك بقى اهو. دقيقه. انا معاك اهو. انا سبتك تتكلم براحتك يا دكتور، ووجهه نظرك تحترم، انا مش هقدر اقول فيها حاجه، لان في النهايه انت من حقك تدافع عن نفسك. بس عايز اقول لك على حاجه يا دكتور. هو انت عالجت مهيب قبل كده؟ لا والله. لا يعني على فكره عالجت مهيب قبل كده، بس لو تعرف كميه التليفونات اللي جات لي من ساعه ما انت قلت الحكايه ديت مش بس خد بالك اللي بيقول المعلومات دي دكاتره زيك، خد بالك. بقول لك ايه، انت عالجتني يا دكتور قبل كده؟ انا عالجت حماتك يا خالد. حماتي انا؟ ايوه. انتوا بقى عاملين في بعض وتيجي يا عم بقى اهو ادي السماعه. هو بص هو الحاجه بمنتهى البساطه، لما حد يدي معلومه يروح يسال. يعني انت عندك مجلس الاعلى للجمعيات، عندك النقابه، عندك البريتش كونسل بيخش. خلي بالك اصل انا شيفاروف صاحبي، لو هتعالج في المانيا. يا عم شيفاروف ايه بقى وانت هتقعد حبيبي يا عم شيفاروف. يا دكتور مصطفى قول لهم شيفاروف صاحبي ولا مش صاحبي؟ مصطفى منيروف. شكرا يا دكتور مصطفى منيروف. اشكرك دكتور مصطفى طبيب نادي الزمالك. خلاص ريال مدريد في طريقه للفوز 4. فاز خلاص، الماتش خلص 4-2. لا لسه فاز. فاضل 5 دقايق. انتهى الماتش. لا فاضل 5 دقايق. يا والله انت الماتش. ما تحلفش يا اخي، فاضل 5 دقايق. والله اهو عاجل ريال مدريد يتوج بلقب كاس العالم للانديه في وقت الاهرام الرياضيه. فاضل 5 دقايق برضه. في النهايه كسب المركز الاول وخد كاس العالم للانديه ووصل البطوله رقم 21 قاريه وكده بيصل. بس انا مبسوط ان الدكتور مصطفى دخل يعني تمام. احنا ما عندناش مشكله مع حد. مهيبوف بالمناسبه يعني مش كل ما حد يخش خالدوف محترم ومش محترم، احنا الناس كلها بنحترمها. احمدوف هو عايز يلبسك في الحلم. مش لاقي حاجه يلبسته فيها. ايه لازمته الموضوع؟ مهم شكرين يا عم. خلص الله يخرب بيت البتاع دوت. روح اجري. بقول لك ايه، البرنامج خلص يا جدعان. خلص ولا لسه؟ الفيناله. خالد الغندور كان بيكتب حاجه اسمها الفيناله يا جدعان. فينال. شكرا خالدوف. اشكرك بطوطوف، ينبوع حنانوف، ينبوع ديتش، اسراؤوف، عتمانوف، خالدوف، وحشوف الراديوف. السلام عليكم.